بنسبة كبيرة في نهاية الموسم في 11 لعيب أو ممكن 12 يمشوا عن الأهلي. يعني أول لاعب عندك الشناوي اللي بعد الماتش اللي فات راح للكابتن وائل صلاح الدين قال له أنا عايز ألعب، لو ما لعبش الماتشات الجاية وما خدش فرصته فبنسبة كبيرة هيمشي. في الدفاع عندك أحمد عيد، صفقة يعني جه زي ما جاش، ما لعبش حاجة وحتى مش اللعبة ما كانش أداؤه حلو. وعندك محمد شكري برضك اللي يعتبر صفقة فاشلة برضك، رغم إنه لاعب ممتاز بس جه وبالعمر جه مكانه فبالعمر بيلعب أساسي عليه. وعندك في الدفاع أحمد رمضان بيكهام اللي هيمشي، وعندك جنبه اللاعب كريم فؤاد. يعني ده خلاص يعتبر ممكن يعتزل كورة بسبب إصاباته، رباط صليبي في إصابات في إصابة في إصابة، فبعد عن الملاعب كتير. عندك في خط النص احمد نبيل كوكا جاله عرض، فدي بنسبة كبيرة خلاص هيمشي. وعندك طاهر محمد طاهر، يعني بصراحة اكتر واحد يفرح الاهلاوية انه احتمال كبير يمشي من الاهلي، لان طاهر محمد طاهر ما قدمش اي حاجة الاهلي، ما شفناش بيقدم. دي اللي انت فضلته على احمد عبد القادر اللي مشيته، فبصراحة دي اللي كل الاهلاوية يتمنوا انه يمشي. عندك مروان عثمان ممكن يرجع تاني سيراميكا. بصراحة مروان عثمان مهاجم مع سيراميكا كان حلو، بس مع الاهلي ما قدمش اضافة الاهلي خالص. وعندك محمد شريف جه ما خدش فرصته برضك فخلاص هيمشي. وعندك المهاجم الظاهرة كاموش، يعني لاعب ما سجلش هدف مع الأهلي ولا عمل أي حاجة. الأهلي جاي وخد فلوس على الفاضي، فبنسبة كبيرة دول اللي رايحين على الأهلي. وفي كلام إن برضه إمام عاشور ممكن يمشي يروح القادسية، وهنشوف لسه الكلام ومين هيمشي ومين هيقعد. وتابعونا وسلام.